السلام عليكم عزيزي المشاهد، ايه الاخبار؟ معكم عبد الرحمن وفيديو جديد. ماشي في السوبر ماركت فلقيت حاجه لفتت نظري، وهي فكره جديده، مشروبات سخنه بس يعني جاهزه سريعه التحضير، اللي هو يا دوبك بس تحط ميه سخنه وتقلب تبقى جاهز. فلقيت اكتر من طعم ولقيت اكتر من حاجه، فقررت ان انا اجيب 3 نجربهم الاول نشوف لو ظبطوا. ممكن نجيب الاطعمه التانية في فيديو تاني، بس فانا قررت ان انا اجيب 3 كابتشينو، وده تقريبا يعني ده اكتر حاجه انا متحمس لها لان طعمه جديد، لان انا ما بشربش الحاجات دي، لا اعرف الكابتشينو ولا الفرابتشينو ولا اسبريسو. التاني اللي هو سحلب بالمكسرات، ده انا جبته مش عشان اجرب طعم السحلب ولكن عشان اشوف كده هل هيظبطوا طعم السحلب بتاعنا ولا لا. اما التالت بقى وهو اهم حاجه بالنسبه لي، شاي الكرك بالهيل. اللي ما يعرفش، انا تقريبا كده كل ما بنزل بلمح اي مقهى بتاع شاي كرك لازم اجيب شاي، فشاي الكرك ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، فلو ظبطوه فهتبقى حاجه حلوه جدا، لان البتاعه دي تعتبر رخيصه هنا ب 200 بيسه تقريبا، فهي لو ظبطت هتبقى حاجه كويسه جدا، حاجه تعملها بسرعه، سواء كان الصبح بدري مثلا مش فايق ومش مش مركز كده، عايز تعمل حاجه سريعه، نازل الشغل مستعجل او وراك مشوار مثلا او حاجه، يلا بينا نجربها، واتمنى من كل قلبي ان هي تظبط. هنبدا يعني هنبداهم بالترتيب كده زي ما قلناهم، كابتشينو وبعد كده السحلب، ونخلي الشاي الكرك في الاخر من غير كلام كتير. يلا بينا، خلونا نفتح كده بقى ونشوف ايه اللي موجود جوه. اول ما تفتح الكوبايه هتلاقي في كيس نوعا ما مليان، مكتوب عليه طعم الكوبايه اللي انت فتحتها زي ما انت شايف كده عزيزي المشاهد. فدي كده اول كوبايه نحطها على جنب. الكوبايه التانية اللي هي السحلب زي ما انت شايف كده عزيزي المشاهد اهي. لو جينا بقى كده نفتح الكوبايه ونشوف ايه اللي جواها. تمام، هو مكتوب عليه من بره ان هو سحلب بالمكسرات، فموجود جواه كيسين مش كيس واحد، كيس للسحلب وكيس للمكسرات زي ما انت شايف كده عزيزي المشاهد. واخيرا وليس اخيرا اهم واحد، وهو الشاي الكرك اللي بالهيل، ده اكتر حاجه متحمس ان انا اجربها. موجود في كيس واحد برضو زي الكابتشينو. من غير كلام كتير عزيزي المشاهد، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنملى 3 كوبايات دلوقتي ميه سخنه، ونبدا ان احنا نفضي محتويات كل كيس في الكوبايه بتاعته، وندوق ونجرب ونشوف كده مين هو احلى طعم في التلاتة. متأكد ان احنا فضينا الكيس كله كده تمام. محتاجين بقى تقليبه. في ريحه حلوه بدات تظهر. انا زي ما قلت لك قبل كده ما اعرفش الكابتشينو ده ايه، فانا هدوق، ومرضتش ان انا احط سكر على اي حاجه من الكوبايات التلاتة، عايز ادوقه كده زي ما هو متقدم واشوفه كده هو مظبوط ولا لا. اظن حاجه كفايه، ده الناتج اللي طلع لنا في الاخر في الكابتشينو. خلينا بقى كده نفضي المكسرات. يعني يعني اتمنى ان هم يكونوا حاطين سوداني، يبقى هو كده لعبه صح وعارف هو بيعمل كويس. طب حاطين سوداني، سوداني ده ولا بندق؟ بس انا كده ندوق. لا، هي ريحه فاتت عليا، ده سوداني. سوداني. خلينا نكمل. اظن كده كل حاجه اتقلبت تمام، ودي الصوره النهائيه او الشكل النهائي للسحلب زي ما انت شايف كده عزيزي المشاهد. فخلينا برضو نعمل زي الكابتشينو ونغطيه بالغطا بتاعه، نستنى عليه لما يبرد سنه بسيطه. وريحه الهيل ملت الاوضه بمجرد ما فضينا الكيس كله. نديله تقليبه ونغطيه مع اخواته ونبدا نجرب. اظن حكايه تمام. دي كده الكوبايه التالتة اللي هو شاي الكرك اللي بالهيل، واحنا كده جاهزين نجرب اول كوبايه عندنا اللي هي الكابتشينو. يلا بينا، يلا بينا كده ندوق ونجرب. ريحته حلوه جدا بصراحه، ريحته حلوه قوي، فيلا بينا ندوق كده. بسم الله. حلو.
حلوه. ممكن يبقى عايز له سنه سكر بسيطه، او انا ما اعرفش، او تقريبا هو اللي بيبقى سكره قليل، ما اعرفش، بس لو اتحط له سنه سكر هيبقى مناسب جدا. او لو انت مثلا وانت بتفطر بقى كلت جنبه بقى بسكوت او اي حاجه، اظن ان هو هيظبط الدنيا يعني. بس هو حلو، حلو جدا بصراحه. بس انا من رايي نديله كام؟ نديله 8 من 10. 8 من 10. انا شايف ان هو كويس، ريحته كويسه. اتمنى ان هم يكونوا ظبطوه يعني وطعمه كويس. ممكن اللي يبشر بالخير شويه ان هو حاطط سوداني، فهو زي ما قلت لك هو عارف هو بيعمل ايه. ريحته حلوه، بس السوداني هو اللي طاغي شويه على الريحه يعني. يلا بينا ندوق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاجه ممكن اشتريها تاني، مش عارف بقى هل ان انا يعني انا عارفها يعني وعارفها يعني وبشربها، ولا هي فعلا طعمها حلو. مش عارف، حاسس ان احنا يعني حاسس ان احنا ظالمين الكابتشينو. بس انا السحلب بالمكسرات اديله 9 بصراحه، اديله 9 وحاجه. ممكن ان انا اشتريها تاني عادي جدا، حلو جدا. وده كمان هيفك ازمه في الشتاء، مش محتاج اي تجهيز. ميه سخنه، مكسراتك معاك، والسحلب موجود، فحلو جدا بصراحه. 9 من 10. شاي كرك اللي بالهيل ده يعني، ده تخيل ده لو ظبطوه زي مثلا زي الكافيهات والمقاهي اللي انا بجيب منها، ويبقى ده ب 200 بيسه كده، وتقريبا ضعف الكميه او ضعفها يعني 2.5 مرات اكتر من اللي انا بشتريه. يعني اللي في المقاهي بيبقى كوبايه كده صغيره ب 100 بيسه، وده ب 200 بيسه. فيعني صفقه ناجحه لو كان طعمه حلو. بص هو كويس، كويس مش وحش، بس بتاع المقاهي احلى بصراحه. ده انا حاسه يعني، هو حاسس ان هو شاي عادي وتحط له مثلا اللي هي علبه ابو قوس اللي هي اللي بالهيل دي، احط لك صورته في اي حته هنا. حاسس ان هو بس كشاي وتحط عليه اللي هو حليب ابو قوس اللي بالهيل ده بس. لكن اللي بيتباع او اللي انا بشتريه يعني من المقاهي بيبقى محطوط عليه كل مقهى كده بيبقى حاطط التاتش بتاعه، مثلا زعفران، فاهم قصدي، مزود مثلا الهيل شويه. كل مقهى ليه حاجه معينه او اضافه معينه حاططها على الشاي اللي بالهيل او الكرك. فشاي الكرك يعني عشان انا بحبه بس مش اكتر. وعلى فكره هو مش وحش، ولكن لو هنقارنه باللي بشتريه مثلا من المقاهي، لا يعني بتاع المقاهي احلى بصراحه. فده ممكن نديله 8 ونص. بس كده يبقى كده. الاول السحلب من المكسرات كان طعمه حلو وقريب جدا للي احنا بنعمله في البيت. بس كان بس محتاج اللي هو ايه، قوامه يبقى كريمي شويه. لو قوام كريمي وانا بقلب كده حسيت بيه مثلا او وانا بشربه، كان ممكن اديله 10 من 10 عادي جدا. بس هو ما كانش كريمي، هو خفيف شويه، فعشان كده اديته 9. بعد كده الشاي الكرك اللي بالهيل طعمه كويس، هيسد يعني سد خانه كويس وممكن ان هو يعني ياخد مكان الكرك مثلا بتاع المقهى لو انت رايح مستعجل مثلا او في مشوار او عايز حاجه تأدي نفس الغرض تقريبا، ولكنه مش احسن من اللي بيتباع في المقاهي. واخيرا الكابتشينو طعمه كان كويس، ريحته حلوه. حسيت وانا بشربه كان انا بيزنس مان، خصوصا شايف الستايل كده بتاع غطا الاسود وبتاعت تمشي بيه في الشارع بتشرب كده. فتجربه ناجحه جدا بصراحه. قررت ان انا اعمل جزء تاني. استنوا الجزء التاني باطعمه تانية، لان انا يعني بصراحه اتبسطت منه قوي بصراحه. اسمه ليان كافيه، حلو قوي، منتج عماني وحاجه حلوه جدا بصراحه، صناعه محليه محترمه جدا، حلو جدا والله بصراحه. ويعني خفيف كده وحلو. بس كده عزيزي المشاهد، اتمنى يكون الفيديو عجبك. استنوا الفيديوهات الجايه هتكون احسن ان شاء الله، هتكون احسن. وبس كده عزيزي المشاهد، كالعاده في ختام الفيديو كان معاك عبد الرحمن. اتمنى لك دوام الصحه والسعاده عزيزي المشاهد. ختاما، مع السلامه. سلام.